اخطر 30 يوم في حياة برج العذراء. فلو انت برج العذراء الفيديو ده ليك. هتعيش فترة صعبة جدا، و30 يوم هيكونوا صعبين جدا عليك. هتعيش معاناة صعبة جدا، ممكن تكون دخلت فيهم وممكن تكون لسه. فتعالى بقى شوف انت هتعيش ايه في ال30 يوم دول، وقول لي هل بدأت فيهم ولا لسه. هيكونوا اصعب 30 يوم عدوا عليك من ساعة ما اتولدت. فتعالى كده وصلي على النبي وقول لي انت برج ايه، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل لك فيهم. اول حاجة هيحصل لك خلاف عاطفي ممكن يؤدي الى الانفصال. فاهدى كده شوية عشان الخلاف اللي هيحصل ده هيؤدي ان انتوا تسيبوا بعض انت والحبيب. وانت انا شايفاك ان انت متعلق جدا بالحبيب ده ومش قادر تسيبه او تتخيل حياتك بدونه يا برج العذراء. فحاول ان انت ما تاخدش قرارك على طول في الانفصال، واهدى شوية او استنى شوية عشان ما تتعبش، لانك انت بتتعب، بتحس ان انت مش قادر تعيش من غيره للأسف. تاني حاجة هيكون عندك أزمة مالية أو خسارة فلوس في حاجة مش متوقعة، ودي هتزعلك جدا لأنها هتكون أصعب أزمة مالية دخلت عليك في حياتك. تالت حاجة هيكون في صدمة من حد قريب كنت بتثق فيه ثقة عمياء، هتتصدم فيه صدمة عمرك للأسف يا برج العذراء. حقيقة يا برج العذراء انت ما شفتش يوم حلو اصلا في حياتك والناس بتكمل عليك. تالت حاجة احنا قلنا صدمة. رابع حاجة ضغوطات نفسية وعصبية اكتر من قدرتك على التحمل، يعني هتكون صعبة جدا عليك، انت نفسك مش هتقدر تتحملها للأسف، وهتكون حاجة صعبة. خامس حاجة قرار متسرع هيكلفك غالي قوي للأسف بجد، فبلاش تقرر بسرعة. سادس حاجة هيحصل لك تعطيل أو تأجيل في مشروع مهم، إذا كان جواز أو إذا كان شغل أو أي حاجة في حياتك هتتأجل الفترة ديت لغاية ما يعدي 30 يوم دول على خير وسلام. سابع حاجة هتحس بالوحدة وهتبقى فاقد الحماس في الحياة أصلا، وهتحس نفسك مش عايز الحياة وزهقت منها ومليت منها ومش قادر عليها. تامن حاجة هيكون عندك للأسف مشاكل صحية مرتبطة بالإرهاق والتوتر، دايما هتكون متوتر ودايما هيكون عندك إرهاق فظيع جدا يا برج العذراء. تسع حاجة للأسف باب هيتقفل في وشك كنت متعشم ان هو هيتفتح لك، للأسف ده اكتر حاجة هتزعلك لانك كنت متعشم جدا في الباب ده، وهتتصدم اصلا ان هو اتقفل في وشك. بس يخليك فاكر ان كل حاجة بتتقفل في وشك ربنا بيفتح لك بدلها احلى واجمل منها بكتير. عاشر حاجة دخولك في دوامة التفكير تحسسك انك تايه ومش لاقي حل، فحاول ان انت تهدى كده يا برج العذراء. وعايزه اقول لك حاجه، افتكر دايما ان كل ازمه بتعدي، ومفيش حاجه بتكسر برج العذراء الا تفكيرك هو اللي بيكسرك يا برج العذراء والله. فخد نفس عميق كده واهدى، وكفايه تفكير. وعاوزه اقولك ساعتها هتلاقي اللي انت كنت شايفه خطر ده هتطلع منه باذن الله، و30 يوم هيعدوا وحياتك هتبقى احلى. بس هتخسر حبه حاجات لكن هتكسب حاجات كتير جدا. ربنا شايفها حلوه ليك. تفكيرك انت او تخطيطك انت ممكن تكون بذرة صغيرة، لكن تخطيط ربنا بيكون شجرة كبيرة. فخليك راضي، وربنا اكيد هيبقى شايل لك احلى حاجة في الدنيا. وقولي بقى حصلك ولا لسه، وخلص الكلام، سلام.